خوتي بالنسبه للناس اللي غادي يزرعوا يعني غادي يديروا الميكا، غيديروا ميكا بحال هكا، عاد غادي يزرعوا الفلاحه ديالهم، من الاحسن يديروا سينتا جديده بحال هكا. من الاحسن اخوتي ديروا سينتا جديده، لقاش راه غتكون سينتا في وسط الميكا وما غتبان لكمش الا كان شي فويط، راه ما غيبان لكمش، ولا كان شي ديفو راه ما غيبان لكمش. من الاحسن ديروا سينتا جديده باش تهناو من دوك العراقيل. المهم الخوت هذا كتنويه للاخوان، اي واحد غيدير الميكا يحاول يدير سينتا جديده باش ما يكونش ديفويات، وباش الا عطى الماكله توصل، وإلا سقى الماء يعني يوصل للنبته. وتحياتي للجميع. السلام عليكم، اهلا وسهلا الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتوما بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده وفي احسن الاحوال. كما كتشوفوا معنا ان شاء الله هذا النهار نشارك معكم هذا الفيديو هذا بخصوص طريقه ديال الزراعه بالميكا. بالنسبه للاخوان اللي كيسولوني كذلك علاش كيديروا الميكا، خوتي هذه الميكا الدور ديالها مهم ومهم جدا. بالنسبه للتكلفه ديال الماء كيتقام، يعني ما كياكلكش الماء بزاف. يعني النبته الا كنتي غتعطيها مثلا غتعطي 2 سوايع في الفانا كتعطي غير ساعه كتكفيها. فهمتوا؟ هذا هو علاش الناس كيديروا الميكا. وكذلك تيساهم حتى في الطوناج، كيكون طوناج. علاش يكون طوناج؟ لان النبته اللي كتكون في وسط الميكا ماشي هي اللي عريانه. علاش؟ لان كتستافد من الماء وكتستافد من الماكله وما تيكونش الربيع. يعني حتى داك التبخر ما كيتبخرش، داك الماء اللي تيكون تما ما كيتبخرش، كيبقى في الجدره، يعني كيقيس ديك النبته وكيجيب الله التيسير. وكذلك كاين واحد السر اخر بالنسبه للناس اللي زارعين زراعه عاديه وبالنسبه للناس اللي زارعين في الميكا، كيكون الفرق حتى في ديك النبته. مثلا نعطيكم كمثال، كنمشي زارع مثلا فلفله، هذيك الفلفله اللي مزروعه في ارض عاديه بلا ميكا كطوال مثلا فيها 50 سنتيم، مثلا 50 سنتيم. اما هذيك ديال اللي مزروعه بالميكا غتكون فيها 70 سنتيم، غتكون دايزها بواحد 20 سنتيم. سبحان الله العظيم. علاش؟ لانها كتستافد مزيان في هذيك الميكا، كتحافظ على الربيع وكتحافظ على الماء كذلك ما كتبخرش، وداك الشيء ديال الماء البركه الماء اللي عندك كتكفيك. هذا هو علاش الناس كيديروا الميكا. انا كتنويه للاخوان. بالنسبه لهذه راه الطراساج غادي تزرع هنا فكوس وغيتزرع الخيار. هذا هو الطراساج كما كتشوفوا، راه كاينه 2 متر ما بين الخط والخط. وان شاء الله من غادي تكمل الزراعه ان شاء الله غادي نوريكم الفيديو كذلك الزراعه. حنا دابا في تاريخ اليوم اللي هو 14 اليوم في شهر 7 2024. وتحياتي للجميع.